يا مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا لقناة فرن الابداع. النهاردة هقدم لكم الممبار. اتطلب مني كتير وهو فعلا من الاكلات الحلوة المميزة الحرشة واللي الناس كلها بتحبها. الناس بقى بتوع مامي وبابي دول يقعدوا على جنب عشان دي حاجات جميلة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ويلا بينا على المقادير. انا دلوقتي عشان اعمل ممبار انا محتاجة انا هنا عندي كيلو من الممبار، ممكن انتي تحتاجي نص او براحتك. انا مش هعمل الكميه دي كلها، بس انا يعني زي ما اشتريته كده يا دوبك نضفته وسبته. انا ما رضيتش اقلبه، هقلبه معاكم. هو ده الوش اللي بيجي بيه، وبعد كده هوريكم ازاي نقلبه. معايا حوالي 3 طماطميات انا ضربتهم كده بشويه ميه صغيرين. معايا نص كوبايه من الخضره المشكله بتاعه المحشي. معايا كزبره وملح وفلفل اسمر. مش هحط اكتر من كده عشان ما يغيرليش طعم التتبيله. هبدا اوريكم هنعمل ايه دلوقتي. انا دلوقتي بصوا هي دبلت معايا البصله، هنزل عليها على طول بالطماطم. انا هسيبها تتسبك شويه وبعدين هنزل عليها بالخضره. انا دلوقتي ده الممبار انا قلبته زي ما قلت لكم. بصوا انا عندي قلم او جف قلم مش قلم كامل، منضفاه طبعا عشان بستخدمه في الاكل. بصوا انا بحطه كده اهو، يعني هي الممباره كده زي ما انتم شايفينها اهو. انا بحطه كده وابدا اعمل كده كده. معلش هو بيتزحلق مني بس هو عادي هتتعاملوا. انا بس عشان الجلوفز اهو بيتقلب الناحيه التانية وراح شداه كده. ده كده اتقلب مني. انا ايه اللي هعمله دلوقتي؟ انا هبدا احشي. هوريكم بس كام واحده انا بحشيهم ازاي. انت بتمسكي الممباره كده من بين ايديكي، بين صوابعك بالطريقه دي اهو، شايفين كده. وهبدا اخد الحشوه اللي انا عملتها وهبدا احشي كده، شايفين بالتكنيك ده. ده طبعا للبنات اللي لسه مبتدئه، المدامات اللي عرسان الجداد. الممبار من الحاجات الحلوه واللي بتميز شطارتك في البيت، وهيبقى طعمه مميز جدا. كملوا بس معايا. بصوا اهو نفس الفكره. انا مش هملاه كتير عشان ما يفرقعش مني، زي ما انتم شايفين هملاه وسط كده، وهبدا احطه واعمل الباقي كله بنفس الطريقه. انا في الوقت ده حاطه ميه على النار، حاطه فيها طماطمايه وبصلايه، وحاطه فيها ملح عشان لازم املحه، وحبه حبهان، حبتين 3 حبهان بفتحهم وبحطهم، وورقتين من اللورة. وهوريكم لما هاجي اسقطه. انا دلوقتي حطيت في الميه زي ما شايفين طماطم وبصل وورق لورا، حطيت كمان حبهان، هحط حبتين 3 فلفل اسمر، وهحط شويه ملح عشان نظبط الملح بتاع الممبار عشان هو محشي لازم ياخد من الملح. وهيستوي وهوريكم ازاي هنحمره كمان ونقدمه. كده الممبار بعد ما انا سلقته حمرته في سمنه وزيت، وطلع بالنتيجه دي. اتمنى يكون عجبكم، جربوه هيعجبكم طعمه وشكله زي ما انتم شايفين حلو قوي. بألف هنا وشفا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وهقابلكم في مره كمان.